عارف المشهد بتاع فيلم Pursuit of Happiness؟ كان في مشهد في الفيلم الراجل اللي كان بيدور على شغل، المحاور سأله قال له ايه؟ قال له what were you doing before you were arrested؟ انت كنت بتعمل ايه قبل ما يتقبض عليك؟ فقال له I was painting my apartment، انا كنت بدهن الشقة. طب ليه ما قالوش I painted؟ هنا مش عاوز يقول له تقرير وخلاص، ده مجرد حدث انتهى، لا ده حدث كان مستمر، في ديناميكية، في جهد اتبذل، مش مجرد حدث حصل وخلاص. وده بالظبط الماضي المستمر. تكوينه بمنتهى البساطة بنستخدم was أو were plus الverb plus ing. was مع I he she it أو أي فاعل مفرد، زي I was playing football، أنا كنت بلعب كورة. he was watching TV، هو كان بيتفرج على التلفزيون. were مع you we they أو أي فاعل جمع، زي مثلا you were doing your homework، انت كنت بتعمل الواجب بتاعك. they were playing tennis، هم كانوا بيلعبوا تنس. الماضي المستمر بنستخدمه في ايه؟ استخدامه بسيط جدا في اللغة. الماضي المستمر بنستخدمه عشان نعبر بيه عن حدث كان مستمر في الماضي في وقت محدد، زي مثلا yesterday at 7، امبارح الساعة 7 I was watching TV، انا كنت بتفرج على التلفزيون. last night my mom was cleaning the house، امبارح بالليل والدتي كانت تنظف المنزل، وهكذا. يبقى اول استخدام ليه عشان نتكلم عن حدث كان مستمر في الماضي في وقت محدد، او حدث خلفية لحدث تاني. يعني ايه حدث خلفية لحدث تاني؟ يعني انا اثناء كنت بعمل حاجة تانية كانت بتحصل. while I was doing my homework my sister was watching TV، بينما انا كنت بعمل الواجب بتاعي اختي كانت بتتفرج على التلفزيون. ده حدث خلفيه لحدث تاني، بس خلي بالك الحدثين دول كانوا مستمرين في نفس اللحظه. احيانا يكون الحدث مفاجئ، حدث مستمر قطع حدث مفاجئ، زي مثلا while I was watching TV، بينما كنت اتفرج على التلفزيون my father came، والدي جه. فده حدث كان مستمر قطع حدث بسيط، حدث مفاجئ. الحدث المفاجئ ده حدث بسيط ما استمرش، مجرد تقرير. لكن الحدث المستمر اللي هو كان مستمر في الماضي هو ده بالظبط الماضي المستمر.